أهلا وسهلا، مرحبا بالسادة المتابعين لقناة بستيوب في قناتكم الرياضية الخاصة بفئة الألعاب الافتراضية الإلكترونية PS اي فوتبول 2021. إذا اليوم نحن على موعد مع محاكاة مباراة افتراضية ما بين فريق برشلونة ضد فريق فالنسيا في الليغا الإسبانية من الجولة الرابعة. إذا هل سيحافظ البارسا على نتيجته ويكون متصدر القائمة أي في التوب 3، أم أنه سيخسر في مباراة نارية؟ متابعينا الكرام، نؤكد لكم منصة يوتيوب بأن الهدف من هذه المباراة ليس نقل المباراة الحقيقية، وإنما مجرد توقعات وشغف للعبة افتراضية لكرة القدم. نلتقي بعد نهاية المباراة، وتابعوا معنا في هذه الأجواء الحماسية ما بين الفريقين العريقين في الليغا الإسبانية افتراضيا. شكرا. وركلة البداية، معروف كوندي بتدخلاته النظيفة. لا أعتقد أن هناك الكثير من المدافعين في العالم مثله بسبب قدراته أيضا في البناء من الخلف، وهو أمر مهم جدا في كرة القدم الحديثة. أرقامه في التمرير تتحدث عن نفسها، وهو يعرف كيف يضع فريقه في الهجوم من خلال تمريراته. بيدري، جافي، لمسة بينية. اليوم الأداء الدفاع غير عادي، مباراة كبيرة تحسب للمدافعين. رافينيا، جافي، ليفاندوفسكي، تصدي غير عادي من حارس غير عادي في يوم كبير. لقطة غير عادية وتصدي رائع جدا من الحارس. ركنية قصيرة، بيدري، ضربة ركنية مرة أخرى. بيدري، الحارس يتصدى من جديد، يتألق من جديد، حارس حديد في حديد. رافينيا يلعبها قصيرة، رافينيا، كانوس، يصل حارس إلى الكرة. تسديدة قوية لكنها لم تشكل خطر، لم تؤذي حارس المرمى. مثل هذه الكرات يرتاح من الحارس بالتأكيد. يحاول أن يلعب كرة بينية، يحاول تمريرها من بين المدافعين. يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. أراوخو، أليخاندرو بالدي، باوكو بارسي، يمر يلعب كرة بينية. أليخاندرو بالدي يتدخل ويقطع الكرة. يحتسب الحكم ركلة حرة. كرة في الحائط البشري. بيدري، فرصة خطيرة، جافي، وانتهى الشوط الأول. ستنطلق صافرة بداية الشوط الثاني. لم نشاهد أي أهداف في شوط المباراة الأول.
بيدري، جافي يلعب كرة ليفاندوفسكي. أي تألق، أي تصدي، أي حارس مرمى. تسديدة رائعة، لكن التصدي كان أروع من حارس المرمى. ردة فعل في منتهى الروعة بصراحة. رافينيا يلعب كرة قصيرة. أعتقد أنها بالفعل مخالفة. يتفق معي ربما حكم المباراة يطلق صافرته. نعم، ربما كان يستحق البطاقة، لكن الحكم اختار انذار شفهي للاعب. وعرضية مرة ثانية. تدخل رائع قبل الوصول إلى المرمى. كرة ممتازة، فرصة للتسديد. الحكم يطلق صافرته، لكن الاحتساب خطأ. رافينيا ليفاندوفسكي يلعب الكرة إلى الوراء. ديونغ، ضغط قوي وينجح في استعادتها. يلعبها طولية. الآن فرصة للهجوم المرتد. كوندي، وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة. الله، ما أجمل هذه الكرة، ملعوبة إلى الأمام. أراوخو يبحث عن لاعب في المنطقة الأمامية. يحاول تمريرها. ليفاندوفسكي، الحارس مرة أخرى ينقذ فريقه من كرة خطيرة. يا لها من كرة، ويا له من تألق، ويا له من حارس. تلعب الكرة إلى الأمام. الحكم يشير إلى وجود خطأ، ضربة حرة. أظن أن الحكم سيكتفي ببعض الكلمات. رمية جانبية إذن. نقل كرة جيد، لكن يحتاجون إلى سرعة أكبر وتمرير الكرة إلى الأمام. إيقاف الهجمة في الوقت المناسب قبل أن تكون الأمور أكثر صعوبة. الله على التمريرة جميلة. بيدري، جافي يحاول بكرة من ناحية الركنية. يبدو أن هناك خطأ والحكم يحتسبه. هذه هي صافرة النهاية. هيا بنا إلى ركلات الترجيح، ركلات الحظ، المعاناة. بعض يعتبرها الموت البطيء كرويا. رغم الاندفاع البدني القوي، الأداء الكبير، لكن النتيجة لا زالت 0-0. مباراة 0-0 أفضل من مئات المباريات بأهداف. مع انتهاء المباراة بدون فائز، سنلجأ إلى ركلات الترجيح. مرحبا بكم مرة أخرى في هذه اللعبة من محاكاة افتراضية لعبة PES 2021. إذا متابعينا، تابعتم معنا، شاركوا معنا توقعاتكم في أجواء هذه المباراة. إذا انتهت المباراة بنتيجة سلبية 0-0 لكلا الفريقين. إذا هذه توقعاتنا لمباراة الحقيقية. ولا تنسوا من مشاركة كذلك آرائكم وتوقعاتكم في التعليقات.
ونلتقي في محاكاة جديدة إن شاء الله. شكرا لكم.